اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. يا رب، أشهد أنك الرحيم لم تفعل شيئا في الخلق لتؤذيهم، ولم تحملهم فوق طاقتهم لتشقيهم، ولا ينقص من سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من بالطاعة أتاك، ولا يرد أمرك من سخط قضاءك. يا رب، نسألك بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب قبل أن يموت، ألا تبق لنا هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما إلا فرجته، وإن أصبحنا بخوف فلا تمسنا إلا وقد أمنتنا، وإن بتنا على ضيق فلا توقظنا إلا وقد فرجت عنا، وإن كنا بحاجة فلا تكلنا إلى سواك، وأن تحفظنا لمن يحبنا وتحفظ لنا أحبتنا. اللهم لا تحمل نفسا فوق طاقتها، اللهم لا تحملنا من كرب الحياة ما لا طاقة لنا به، وباعد بيننا وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها كما باعدت بين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ويوم جديد كله طاقة وبركة ونشاط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده يا حبايبي روتين كله نشاط وحيوية. النهارده يا حبايبي هنعمل محشي وفراخ. الفراخ دي كانت فراخ بلدي، دبحها انا من الطيور بتاعتي. نضفتها كده وغسلتها كويس ونقعتها بخل وملح، وشوحتها بمعلقه سمنه كده، سمنه بلدي، وحطيت عليها اللورة والحبهان والتوابل بتاعه الشوربه. وهنا معايا الخضار بتاعي، وعملت الصلصه بتاعه المحشي. وده الخضار بتاعي، انا بجيب حاجتي كلها يوم التلات، يوم السوق بتاعنا. وعلشان لو حد يعني قال الكوسه صفرة ولا فيها اي حاجه، كانت عندي من يوم التلات. وقورتها، مسكتها كده قورتها وقطعت الخضرة عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة. لازم تكون فيها الثلاث حاجات دول علشان بتدي طعم جميل جدا للمحشي. وانا قورت كده الخضار بتاعي ومليت طبق وحطيت فيه مية وغسلتهم كده كويس. وحطيتهم في مصفى كبير علشان يصفوا المية اللي فيهم. ما ينفعش المحشي يكون فيه او الخضار اللي زي الكوسة والفلفل البتنجان ما يكونوش مصفيين، لازم اصفيهم كويس. و بسم الله ما شاء الله، الخضار كويس وجميل قدامك. وما تنسيش تصلي على النبي وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو مشتركتيش فضلا وليس امرا تشتركي في القناة عشان قلتنا تكبر بيكم واقدم لكم كل جديد. انا هنا يا حبايبي بحشي خلاص كده المحشي معاكم وهكمله. عملت هنا الخلطة بتاعت المحشي، عبارة عن كلنا يا حبايبي شطار بنعرف نعمل الخلطة بتاعت المحشي، اللي هي رز نقيته وغسلته، والصلصة والخضار اللي هو الخضرة والبقدونس والشبت والبقدونس والكزبرة. وكده كانت الفراخ عندي استوت وسقيت المحشي. انا ما بملاش الحلة شوربة، لا، انا بخلي نص البتنجانة كده او الكوسة شوربة في الحل. وهنا حمرت الكوسة وسقيتها برضو. الكوسة ما بتتحمر يا حبايبي بيكون لها طعم تاني، وما بتقعد معاكي ما بتمزلقش ولا بتبوظ على طول، بتصبر يعني شوية. وكده يا حبايبي كنا غرفنا الغدا واتغدينا. وهغسل معاكم كده المواعين، بس الاول هنعمل كيكة. الاولاد عندي طلبوا الكيكة، قلت لازم كده اقوم اتنشط واعمل لهم كيكة. انا كان معايا 6 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وحطيت كوبايتين على كيلو الدقيق، حطيت كوبايتين سكر وكوبايتين زيت. لو حابة تحطي سمنة بتحطي عادي، مفيش اي مشاكل، بتكون كوباية او كوباية زيت.
او ممكن تعملي مثلا ربع كوباية سمنة وكوباية ونص زيت، او على حسب ما انت عايزة. وحطيت حليب و حطيت كوبايتين كده من الحليب مبدئيا علشان الخلاط يدور. وحطيت اللهم صل على النبي الفانيليا. وهنا كل دي حط عليه رشة من الملح و3 أكياس من البودر الكيك شيف. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، انا سخنت الفرن قبل ما اشتغل خالص في الكيك، وقلبت كل المكونات الجافة مع بعضها. هنزل عليه بالخليط السائل كده، وهشوف الخليط اذا كان محتاج حليب تاني، او ممكن لو الحليب خلص زي ما انا هعمل كده. هنزل بكوبايتين مية. انا دي اخر حبة حليب كانوا معايا زي ما انتم شايفين كده. انا ما بحكمش الخليط بمقدار معين من اللبن او العصير اللي انت بتعملي بيه، سواء كان عصير برتقال او اي حاجة اللي انت بتعملي بيه الكيكة، على حسب ما تشوف القوام المظبوط. زي ما انتم شايفين كده ده قوامها المظبوط. وهدهن كده الصينية معلقتين زيت، وهبدرهم بشوية دقيق قبل ما اصب فيها الخليط. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، فضلا وليس امر، عشان عيلتنا تكبر بيكم وليكم، عشان اقدم لكم كل جديد، واي حاجة اي فيديو اعمله ينزل لكم باذن الله. كده انا صبيت الخليط في الصينية اهو. انا عندي الصينية دي فيها ميل شوية متطبقة من ناحية، ففي الفرن ان شاء الله هظبطها باي حاجة، يعني معلقة او مفتاح انبوبة او اي حاجة احطها تحت الصينية. انا هنا صبت الخليط، وتفضل معايا شوية كمان لان الصينية بتاخد كيلو الا ربع من الدقيق. زي ما انتم شايفين كده اخبطها خبطتين عشان لو فيها اي فقاعات او اي حاجة تختفي. ندخلها كده يا حبايبي الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد نص ساعة او ساعة الا ربع. زي ما انتم شايفين كده جميلة جدا وهشة. زي ما انتم شايفين يا حبايبي وشها زي قعرها كله واخد لون واحد. دلوقتي هنغسل مع بعض المواعين وهندردش مع بعض شوية. وبعدين يا حبايبي مش اول حاجة هنبدأ بيها هي غسيل مواعين، لان ممكن بعد ما تخلصي غسيل مواعين ممكن تلاقي معلقة، ممكن تلاقي صينية، ممكن تلاقي طبق في الحوض. لا فانت خلصي كل حاجة. وحتى لما تخلصي مثلا طبيخ او تخلصي فطار او كده، بتلاقي طبق هنا، معلقة هنا، بتلاقي في التلاجة حاجة فاضية كده بتطلعيها، بتكوني خلصتي كل حاجة لوحدها. يعني مثلا تخلصي البوتاجاز لوحده، الطبخ لوحده، الفطار لوحده، وبعد كده هتلاقي كل المواعين اتكومت عندك على الحوض. فهتغسلي المواعين مش هترجعي ليها تاني، فتغسليها مرة واحدة وتخلصي، فكل حاجة تعمليها تكون لوحدها. العمر يا حبايبي مجرد رقم بنعيشه، يعني ما تفتكريش ان مثلا انت كبرتي في السن. العمر ده مجرد رقم. عيشي حياتك وعيشي سنك بما يرضي الله، افرحي وانبسطي. ليه تعملي لنفسك عقدة؟ احنا كلنا يعني كلنا عمر، ما حدش بيقف عند سن معين وعند عمر معين. الغي الفكرة دي من دماغي خالص خالص خالص. كبرتي سنة، طب الحمد لله، فضل ونعمة من عند ربنا. ها تفكري تعملي ايه؟ طيب العمر اللي انا كبرته دوت، او السنة اللي انا زدتها دي، حتى عندي 30 عندي 40، هل انا مستعدة لقاء ربنا؟ هل انا مستعدة لحساب ربنا؟ هل انا عملت ايه غلط؟ دايما خلي ضميرك صاحي، دايما خليكي دايما مواظبة ان انتي تحطي ربنا قدامك، اللي هو يعني طول ما ربنا قدامك عمرك ما تعملي اي غلط. دايما حطي قدامك مثلا اللي هو لحظة الوفاة هتيجي، ممكن تيجي في اي لحظة نفكر فيها، ما نفكرش اننا بنكبر، عمر بيعدي. دايما احترمي نفسك واحترمي سنك وحافظي على نفسك.
وحطي ربنا قدامك، عمرك ما تغلطي ابدا، وعيشي سنك واخرجي وانبسطي وتفسحي. طول ما انت حاطه ربنا قدامك عمرك ما تعملي اي حاجه غلط خالص، بالعكس هتعيشي حياتك وانتي مرتاحه وراضيه. هتحسي ان مفيش اي حاجه مأيداكي او اي حاجه اللي هو مفيش ضغط نفسي. طول ما انت راضيه ربنا، ودايما عندك ضميرك صاحي بيفكرك دايما ان ربنا موجود، وما ينفعش تعملي كذا. سنك ما يلقش ان انت تعملي اي حاجه غلط. السن ده مجرد رقم. ف دايما اللي بتفكر ان هي كبرت سنة ما تفكرش ان هي خلاص العمر بيجري. لا، ده انا الحق العمر اللي فاضل واعمل الصح واتبسط واتفسح. يلا بقى اشوفكم على خير في فيديو جديد.